ازاي الزمالك يقدر يفوز على الاهلي في مباراه القمه بكل سهوله؟ خلينا نقول ان الزمالك ياما فرط في فوز سهل جدا على الاهلي بسبب تفاصيل صغيره. دايما التفاصيل الصغيره اللي بيركز فيها كويس قوي هو اللي بياخد مباراه القمه، وللاسف دايما الاهلي اللي بيركز فيها. طب ليه مش الزمالك؟ معرفش. طيب خلينا نقول ان في بقى حاجات كده لو الزمالك عملها يقدر يكسب الاهلي. اولهم ان مستحقات اللعيبه تتصرف، مش علشان انا شايفه ان ده الحافز للعيبه خالص. اي لاعب جاي نادي الزمالك لازم يحط في دماغه كويس قوي ان نادي الزمالك احواله الماديه مش احسن حاجه، وطالما هو جاي وهو عارف الكلام ده يبقى يستحمل، طالما هو كده كده هياخد فلوسه، صح؟ طيب يبقى دي اول حاجه، بس الفلوس تتصرف. طيب تاني حاجه، لازم يا جماعه اللعيبه تبقى فاهمه كويس قوي ان مباراه القمه دي لازم نكسبها، يعني لا بديل عن الفوز. مش بس عشان صداره الدوري، مش بس عشان الاهلي مش في حالته ودي يعني فرصه، ومش بس عشان تفرح جمهورك، لا، عشان نادي الزمالك محتاج الفوز ده قوي. في وسط الحاجات اللي حصلت دي كلها لازم نثبت للناس كلها ان احنا نقدر نقوم، نقدر نعمل حاجه. فرقه مصروف عليها مليارات احنا نقدر نكسبها عادي، لان الفلوس مش كل حاجه، صح؟ احنا عندنا لعيبه رجاله وتقدر، انتوا المفروض تثبتوا ده في الملعب. طيب ايه كمان؟ اتمنى من كل قلبي، من كل قلبي، ماشي، المدير الفني ما يهبلش في التشكيل. احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات انه احنا مش هننتقد حد، مش هننتقد حد والله، بس حقيقي انا بتمنى ان المدير الفني يبقى مركز في الماتش، لان انا دايما بحس ان هو بيتفرج على مباراه تانية. اصل هو بيعمل تغييرات غير منطقيه بالمره، زي كده تغييره دونجا لما خرج منزل لي احمد حمدي. بجد يعني حقيقي انا مش قادره افهمه. تمام؟ اتمنى ان هو يركز، بس يركز ويحط كل واحد في مكانه، انا مش طالبه اكتر من كده. طيب ايه كمان؟ عايزين نقول ان التشكيل مهم قوي، انك تعرف تنزل مين وامتى. طيب هنبدا التشكيل ازاي؟ نركز مع بعض. اول حاجه، في ناس كده على السوشيال ميديا قال لك فكره جهنميه كده، قال لك ايه بقى يا سيدي؟ صبحي يقف في الماتشات عادي، لكن ماتش القمه نزل لي عواد. يا راجل، وحضرتك ما فكرتش ليه ان عواد رجله مش في الملعب؟ ولا انت هتاخده ترميه في الملعب وتقول له العب، ولو ادى وحش نسلخه بقى، خلاص انت سيء، انت وحش، صح؟ وصبحي يغلط عادي، يغلط عادي، صح؟ ما غلط في ماتش وادي دجله، مش بس في ماتش وادي دجله، صبحي عامه مش مركز. في ماتش الجونه برضو الكره بتقع منه كتير كتير قوي، وليه اصلا؟ بس لا، ماتشات القمه عواد اللي يقف فيها، لكن صبحي بيخاف، صح؟ اكيد لا يا جماعه، ما ينفعش نعمل كده اصلا. ما ينفعش تجيب لي عواد من الدار للنار، ما ينفعش. والله انت لو كنت شايف ان عواد اصلا هو اللي بيعرف يتعامل مع مباراه القمه، ما بتوقفوش مباريات ليه؟ ما ينفعش نتعامل بالمباراه. يعني ايه؟ ما هو انت الحارس بتاعك خالص صبحي وانت وثقت فيه، خلاص يبقى نشوفه في ماتش الاهلي بقى، صح؟ عشان نبقى حكمنا على التجربه كامله كامله. هو كده واقف في مباريات صغيره، مباريات تقيله، صح؟ يبقى نقدر نحكم عليه. طيب يبقى صبحي، ماشي؟ طيب عندنا مركز الظهير الايمن اكيد وبلا منازع عمر جابر، بس اتمنى يكون البديل جاهز، اتمنى يكون البديل جاهز، اللي هو بارون اوشين، لا بديل عنه، ماشي؟ عشان احنا كده بنهزر، ما حدش يقول لي انه مش جاهز. يعني ايه مش جاهز؟ هاته يبقى بديل. افرض عمر جابر لا قدر الله اتصاب، هتنزل لي مين؟ معلش صلاح مصدق ده مش مكانه، ما ينفعش يبقى عندي اللاعب ده مركزه الاصلي وانزل لاعب تاني، ده مش مركزه، ده بتهريج. طيب الدفاع، انا هي ممكن تكون صدمه بالنسبه لكم، بس انا عايزه الونش جنبيه محمد اسماعيل، ومحدش يقول لي حسام عبد المجيد عشان حسام عبد المجيد بقاله من اول السيزون مش مركز، وحرفيا عاله في حته تانية. انا مش جايه انتقد برضه، يعني ده مش انتقاد، انا بقول التشكيل الصح اللي المفروض ينزل، تمام؟ طيب فانا شايفه ونش جنبيه محمد اسماعيل.
طبعا الظهير الايسر بلا منازع بنتايج، يعني ما فيهاش اصلا. يعني فتوح للاسف مع الاسف من اول الموسم وهو بره تركيزه تماما. طيب خط النص دونجا اكيد طبعا مش محتاجه كلام، والحمد لله انه طلع جاهز. طيب جنبيه عبد الله السعيد برضو حجز مكانه، وشحاته للاسف مش جاهز. قدامهم ناصر ماهر. انا عارفه ان ناصر ماهر ساعات بيبقى كويس وساعات مش بيبقى كويس، بس ده اجهز واحد ماشي. طيب ظهيري الايمن اكيد اخوان الفينا. مش معنى ده ان عبد الحميد معالي وحش خالص، مش بقول كده، بس اخوان الفينا اجهز واحسن وعنده خبرات اكتر. تمام. لازم نحكم يا جماعه على عبد الحميد معالي لعيب صغير في السن. انا عارفه ان الناس كانت متوقعه منه ان هو ينزل يعمل يعني شقلباظات بقى وترقيص من هنا ومن هنا. لا يا جماعه، ده لعيب صغير في السن هيكتسب خبرات والله، بس اخوان الفينا اكيد طبعا هو اللي جاهز اكتر. طيب الجناح الشمال ده ازمه بالنسبه لي، حرفيا انا ازمه. طيب في ناس تقول لك حط شيكو بانزا، يعني سمعت ايمن يونس تقريبا كان قال التشكيل من وجهه نظره ان هو حط شيكو بانزا، وفي ناس قالت ادم كايد، بس انا شايفه نزل احمد شريف. انا بالنسبه لي يا جماعه انا عايزه احمد شريف في مركز جناح الشمال. انا لا داخل دماغي شيكو بانزا، وادم كايد بالنسبه لي محتاج تطوير. انا مش طايقاه يعني. لا ادم كايد حاسه انه يجي منه وحاسه ان عنده، بس محتاج تطوير. وللاسف المدير الفني ما عندوش حته انه يطور اللعيبه، مش عارفه ليه. الله يمسيه بالخير فيريرا، والله ده انا مش عارفه متسمي ازاي فيريرا، يعني ما فيهوش حاجه من فيريرا خالص البروف ماشي. فانا بشوف ان احمد شريف هو اللي ينزل. قدام حط عضيه الدباغ، والبديل يبقى ناصر منسي ان شاء الله. انت كده عندك تشكيل ان شاء الله يقدر يكسب الاهلي بجد والله. اللعيبه دي بس لو مركزه وعايزه تكسب هتكسب. انا بقول اهو، اللعيبه دي لو مركزه وعايزه تكسب هتكسب. اهم حاجه روح الفريق، انك تبقى عايز تكسب وبتقاتل على كل كوره، اكن دي كوره اللي هتحييك هتاخدها. ان شاء الله نقدر نكسب ونفضل في صداره الدوري، ودي تكون بادره امل ان احنا نقدر ناخد الدوري في الاخر. انا عارفه انه ماتش الاهلي مش ده اللي هيحسم الدوري، والدوري لسه طويل، والجدع اللي يفضل ثابت على مستواه. بس انا بقول نعمل اللي علينا. ليه ماتش يكون في ايدينا ونقدر نكسبه ونتفرج فيه يا جماعه؟ ان شاء الله الزمالك يفوز على الاهلي ونحتفل مع بعض. تبقى فرقه الزمالك هزمت فرقه المليار. وان شاء الله كل يوم اغنيه هتنزل تشجيع لنادي الزمالك قبل المباراه.